السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى نعمل أكلة الشتوي، مش الصوت الشتوي، الأكلة الشتوي. راعي رسمي للشتا طبعا الكرنب. بصوا هنا كنت جايبة كرنباية ونقطعها بقى. انا مش بحب اسلقها على بعضها، بحب اسلقها كده. او في اصلا كرنباية ينفع تتسلق على بعضيها، وفي كرنباية ما ينفعش تتسلق على بعضيها، زي دي كده مكانش ينفع تتحط على بعضها. بصوا هنا بنطلع ورقة ورقة، وبتبقى سهلة، اسهل على فكرة يعني، ولا ورقة تتهري مني بقى ولا حاجة، كلهم بيطلعوا سوا واحد. حطيت مية الاول على النار، ونحط فيها معلقة كمون وشوية ملح، معلقة ملح ومعلقة كمون، وننزل الكرنب. بصوا الكرنب مش بياخد سلق يعني، لا ده ثانية كده وبنطلعه. يعني بصوا هو يدوبك بس يدبل كده ونروح مطلعينه على طول، زي ورق العنب كده، لان هو طبعا بيتهري واحنا بنحطه كله على بعضه لحد ما بنخلص الكرنبايه، فبرضه بيسوي بعضه يعني، الدخان والسخونيه لما بنحطه على بعضه بيسوي بعضه. بصوا هنا سلقته بحطه كميه كبيره على فكره، عشان برضه اول ما بينزل في الميه بيدبل. فيعني انا بحط مثلا 6 7 ورقات. بصوا سهله قوي 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 يعني. الناس اللي بتستصعب المحشي مش صعب خالص على فكره، وسهل ومش بياخد مجهود ولا يعني، عادي يعني زيه زي اي اكله. يعني في ناس تقول محشي لا نصحى بدري ومش عارف ايه، ونسبك قبلها بيوم ونعمل قبلها بيوم من الورق لا طبعا انا مش بعمل كده. هنا كنا خلصنا السلق وركنته بقى يبرد شوية، وقلت نقيد على التسبيكة عشان ما ياخدش مننا يعني، ما ياخدش وقت، ما نضيعش وقت يعني وكده. حطيت زيت. ممكن تحطي سمنة، ممكن تحطي دهنة، اي مادة دهنية انت بتحبيها يعني حطيها. انا بحط على فكرة، بحب احط زيت واحط دهنة، اللي هي لية الخروف دي يعني بتبقى حلوة. بس هنا ما كانش عندي، حطيت زيت بس. جبت 3 بصلات مقلوصين كده كبار وخرطتهم، وايه وهنشوحهم بقى واحنا واقفين بنوضب الكرنباي عشان نكسب وقت. مش هنفضل نوضب في الكرنب وبعد كده نخلص نرجع نقيد على التسبيكة، لا كده مش هتنجزي. انا تقريبا خلصت المحشي دوت في ساعة الا ربع يعني. بصوا بقى بنشيل العروق دي من اخر العرق من تحت كده، بنمشي عليه بالسكينة لحد فوق كده، بتشيل العرق منه برضو بمنتهى السهولة. بصوا كده، شايفين؟ سهلة يعني. اوعي بقى ترمي الورق اوعي ترمي الضلوع دي، بالذات في الايام اللي احنا فيها لفت، يعني في لفت ما نرميش الضلوع دي خالص، تبقى هبلة لو رميتيها بصراحة. بنعمل بيه مخلل اللفت بيبقى جميل، وبيبقى بيتاكليه وبتسيب اللفت اصلا. بصوا دي اللي كنت حطاها على بعضها برضو في ثانية بتستوي، وشوفوا كلها مستوية ازاي. مش الكرنب مش بياخد وقت في سلقه خالص ولا في لفه يعني. يمكن الحاجة اللي بتاخد وقت شوية هي لما تقعدي توضبي فيه. بصي هنا بقى تقطعيه على قد ما انتي ما هتعملي بقى، على قد الصباع اللي انتي عايزاه، وسط صغير كبير، والافضل يكون وسط. كبير ما بيبقاش شكله مستحب قوي يعني، وفي ناس بتحبه الصغير، انا عن نفسي بحب اعمله وسط. بصوا بقى نلف كده ان الورقة كلها على بعضها، ونقطعها 2 3 بالطول، وبعد كده تمسكي حتة حتة تقطعيها على قد الصباع. بصوا كده فاهميني ازاي؟ طبعا فاهميني يعني. بصوا دي بتبقى اسهل يعني بالنسبة لي انا، اسهل طريقة اقطع بيها الكرنب. ما بعرفش انا اقطعه على بعض والكلام دوت، او اقطعه وهو ني زي ما بشوف ناس بتعمله، لا ما بعرفش اعمل كده. دي بالنسبة لي طريقة سهلة، وانا اصلا المحشي بالنسبة لي سهل يعني. انا ابتديت اعمل في المحشي ده كان قبل المغرب حوالي بنص ساعة، يعني مش شرط ان انا اصحى له بدري
والكلام ده. ايوه ايوه، يلا ايدينا بقى في البصلة دي لا تتحرق. يعني مش نقعد نوضب في الكرنباي او ننسى البصلة. ايوه كده يا شاطرة، شاطرة كده. ننزل بقى بالطماطم، ملح، كمون، كزبرة. المحشي ما بيتحطلوش اي حاجة غير كده، ملح كمون كزبرة. اي حاجة تانية بتضيع نكهة المحشي خالص، بتوديه في حتة تانية ملوش علاقة بتسبيكة المحشي. انا نزلت علينا بالخضرة، ومش عارفة المقطع ده راح فين. وهنا نزلت عليه بصوا، نزلت بالخضرة، وبعد ما نزلت بالخضرة طبعا كانت التسبيكة كتيرة، شلت بقى شوية في حلة تانية، ونزلت بالرز، واشوف بقى محتاجة هحط تاني. وهنا فعلا احتاجت، حطيت ايه، كبشة رز، كبشة تسبيكة تاني، وبشيل بقية التسبيكة في الفريزر. من امتع الحاجات، من امتع اللحظات لما بكون مزنوقة في وقت والاقي تسبيكة في الفريزر، يعني بحس ان انا عندي كنز كده، فهي مبتبقاش حاجة خسارة خالص، لا بالعكس. هنا بقى الحلة، حطيت ورق اخضر في الارض، في الارضية، وحطيت اللحمة في الارضية. اللحمة دي انا كنت سلقاها 3/4 سلق، وحطيت لها ملحها وفلفل اسمر وحاجتها كلها، وبعد كده رصيتها في الارضية، وهحط بقى ايه عليها المحشي. بصوا انا بجد بجد انا اسرع واحدة في المجرة تلف محشي، محشي الكرنب. اما بقى محشي ورق العنب فما تلاقينيش، يعني حرفيا اصلا ما بعرفش الف محشي ورق العنب ده. انما الكرنب فعلا فعلا انا يعني حتى لو انا مش مجريه الفيديو فانا بعرف اعمله بسرعه كده، بيبقى بالنسبه لي سهل عن ورق العنب. ورق العنب بقى لا، ماما يعني ماما على طول هي اللي تلفهولي، ما ببقاش حباه، يعني انا ما ببقاش حابه ان انا اقعد الفه. بصوا هنا لفيت الحله دي، وهفت حبه صغيرين حطيتهم في حله صغيره. ننزل بقى على الشوربه. محشي يعني شوربه، محشي بميه ده ما بيبقاش ليه اي طعم بصراحه، بالنسبه لي انا ما بيبقاش ليه طعم. محشي يعني شوربه. ونغطي نغطي المحشي ونهزه كده عشان الميه. بصوا بقى هنا استوى ازاي، وما لزقش صباع محشي واحد، ما لزقش. ولا طبعا واللحمه كانت دايبه دوب، وبيبقى اطعم حته لحمه تاكليها. يعني بصوا انا ما بحبش لحمه الفخده، دي كانت لحمه من الفخده، لما حطيتها بالطريقه دي كانت طعمها تحفه. بصوا هنا بقى الرز مفلفل ازاي ومستوي ازاي. طبعا انا ده انا سيبني لازم في كل فيديو ينزل ياكل معانا. جربوا بقى الطريقه وهتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.